بعد التألق في بلجيكا موهبة الجزائر إلى فولفسبورج. أعلن نادي فولفسبورج الألماني يوم الاثنين تعاقده مع الجزائري محمد الأمين عمورة قادما من سانت جيلواز البلجيكي. تألق عمورة في صفوف وصيف الدوري البلجيكي الموسم الماضي مما لفت الأنظار إليه. وقال سيباستيان شيندز لورز المدير الرياضي لفولفسبورج: لقد اجتذب محمد الكثير من الاهتمام بسبب موهبته، ويسعدنا أنه سيكون جزءا من فولفسبورج في الموسم المقبل. وأضاف عمورة: يناسب متطلباتنا تماما ويجلب سرعة هائلة وتحديدا للخصوم، ويمكن استخدامه بمرونة في الهجوم. وأتم: نحن مقتنعون بأنه سيجلب الكثير من السعادة لفولفسبورج والدوري الألماني ككل. فيما قال عمورة: أنا فخور وسعيد لأنني سأتمكن من اللعب لمثل هذا النادي الكبير في ألمانيا. وواصل: الدوري الجزائري فولفسبورج هو المكان المثالي بالنسبة لي. وبدأ عمورة مسيرته الاحترافية في نادي وفاق الصيف الجزائري، ثم انتقل للفريق لوجانو في الدوري السويسري ولعب لمدة عامين وسجل 17 هدفا. وبعدها لعب في صفوف سانت جيلواز وأحرز معه 22 هدفا في 45 مباراة خلال موسم 2023-2024. على الصعيد الدولي سجل عمورة 6 أهداف في 27 مباراة للمنتخب الجزائري.